اجمل بومبار بوبس. يا لولو ودي تحفه. حلو حلو قوي. انا اصلا مش من محبي الممبار وعمري ما عملته في بيتي، واللي حصل معايا متاكده ان هو بيحصل مع كتير منكم في اكلات كتيره جدا، هو ان انا كنت قاعده زهقانه وماسكه الموبايل بتفرج على الفيديوز اللي بتظهر قدامي من غير ما اكون محدده هدف معين، وبالتالي ظهر لي فيديوهات كتيره جدا تقريبا كلها كانت بتتكلم عن الممبار والممبار بوبس وقد ايه هو طعمه شهي ولذيذ وهو متحمر كده وجميل. وانا اصلا ما بحبش الممبار، وانا اخصائيه تغذيه وعارفه خطوره ان انا اكل اكله دسمه جدا كده بالليل، ومع ذلك حسيت جدا ان انا نفسي في الاكله دي، وحسيت ان انا بشتهيها جدا، لان الاكل شهوه زي شهوات كتيره جدا، بمجرد ما بنتعرض لحاجات تحفزنا ليها غصب عننا بنحس ان احنا عاوزين ناكلها، وده اللي حصل معايا في الممبار. وفعلا الساعه 1 بالليل قمت وحضرت الممبار واكلت انا وبنتي. تحفه. اجمل بومبار بوبس. بومبار بوبس يا جماعه بصوا يعني حاجه كده خطيره 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 على قد القطمه الواحده، مش لسه هنقطم بقى ونرجع للطبق. فظيع. وعشان كده عاوزه اقولك خلي بالك طول الوقت انت بتتفرج على ايه، لانك غصب عنك ممكن تكون بتوصل نفسك لسكه مش هتعرف تخرج منها بسهوله، وخصوصا لو كنت بتعاني من اي eating disorders او emotional eating. جرب ان انت تاكل كل الاكلات اللي بتحبها بحذر شديد. وعاوزه اقولك ان دور السوشيال ميديا هو انها دايما تبيع لك حاجات، فخلي بالك كون حذر جدا في كل حاجه انت بتقرر انك تشتري، بلاش تكون مستهلك لكل حاجه بتتقدم لك من غير وعي، استخدم دايما عقلك. ناكل ممبار في الدايت. دكتور روضه انا عايزين ناكل ممبار في الدايت كله. دكتور روضه انا مش ضد الممبار ومش ضد كل الاكلات، انا ضد ان احنا نستهلكها بدون وعي. دلوقتي هكتب لك تحت الفيديو ازاي ممكن تعمل احلى ممبار صحي وتاكله بطريقه صحيه بس مش كل يوم. الخضره هنخليها طعمه حلو. عجبك؟ هاخد منه كتير.